العقود مقابل الفروقات أو CFDs ممكن تبدو طريقة سهلة للربح السريع، بتوعدك بأرباح كبيرة بسرعة. لكن خلي بالك، العقود مقابل الفروقات معقدة وخطيرة، مش زي ما تشتري سهم وتمتلكه. انت ببساطة بتراهن على ارتفاع أو انخفاض السعر. ده أقرب للمقامرة من الاستثمار. ناس كتير بتخسر فلوسها مع العقود مقابل الفروقات، وده غالباً بسبب استخدام الرافعة المالية بشكل مبالغ فيه. بيخسروا أكتر ما يتحملوا. ما تقعش في الفخ ده. فكر مرتين قبل ما تتداول في العقود مقابل الفروقات. في طرق أضمن لتنمية فلوسك. الاستثمار في الأسهم اختيار أذكي. لما تشتري سهم، أنت بتبقى شريك في الشركة، بتشارك في نجاحها. الأسهم أكثر استقراراً من العقود مقابل الفروقات. ممكن تشتري أسهم وتحتفظ بيها لسنين، وشوف استثماراتك بتنمو مع الوقت. ركز على الشركات الناجحة، دور على أسهم في اتجاه صاعد. دي استراتيجية ذكية. خلي بالك، الاستثمار بيحتاج وقت وصبر، لكن ممكن يكون مربح جداً. الرافعة المالية ممكن تضاعف أرباحك، لكن ممكن تضاعف خسائرك كمان. خلي بالك جدا من الرافعة المالية. تخيل انك اشتريت أسهم ب$1000. مع رافعة مالية 10 أضعاف، أنت بتتحكم في $10,000. ربح أخسارة ميلي بيتحول ل 100 بي. كلام جميل، صح؟ لكن لو خسرت تتأثر معي، هتخسر 100 بي مليون. هتخسر كل حاجة. الرافعة المالية خطيرة، تجنب استخدامها بشكل كبير. تذكر، البطء والثبات بيكسبوا السباق. ركز على النمو على المدى الطويل، مش الأرباح السريعة. الاستثمار في الأسهم زي الماراثون، مش سباق سرعة. الصبر هو المفتاح. ما تتوقعش إنك هتبقى غني بسرعة. ابدأ باستثمار صغير، اتعلم والتدرب. كل ما تكتسب خبرة، تقدر تستثمر أكتر. تذكر، الوقت هو صديقك في سوق الأسهم. خليك صبور، خليك ملتزم، وهتشوف النتائج.